انا معاك دلوقتي واحنا قاعدين لوحدنا. يلا احكي لي بقى وقول لي ايه اللي مضايقك وايه اللي تعبك نفسيا. ما تقلقش، انا في صفك وهساعدك. نفسي نفسي يا دكتور، نفسي حد يساعدني ويخرجني من اللي انا فيه. انا تعبان يا دكتور، وبعدين انا عايزه اتغير. انا متضايق من نفسي قوي، متضايق. وانا معاك يا سيدي وهسمعك وللاخر، وهبقى معاك وهساعدك على قد ما اقدر لغاية ما تبقى كويس وتبقى مبسوط من نفسك وترتاح. ودلوقتي انا عايز اعرف ايه المشكلة اللي خلتك تتخيل انك محتاج لعلاج نفسي. انا عندي مشكله مع الستات يا دكتور. انا ما بقدرش اقاوم يا دكتور، بعاكس اي واحده بقابلها وبيكون جزائي الضرب مره من مراتي اللي بحبها. على فكره هي مفتريه بس بحبها، ما هي اللي شايلاني. بس انا مش عارف، انا بضعف قدام اي واحده تقول لي يا كوكو. انا اتنصب عليا 5 مرات بسبب موضوع كوكو ده. انا عايزه اتعالج يا دكتور، انا عايزه اتعالج. مش فاهم. طب يعني بتاع ستات ودي فهمناها، ناس كتير يعني تحب الستات وتحب تعاكسهم، يعني عينيهم زيغة. لكن ايه موضوع كوكو ده؟ فهمني طب الحوار. انا ضعيف قدام كلمه كوكو. لو اي واحده قالت لي يا كوكو انا عايزه كذا، تكون عندها فورا. فانا مش قادره اتحمل الموضوع ده. انا اتخرب بيتي، نصب عليا 5 مرات، 5 مرات يا دكتور بسبب كلمه كوكو دي. طيب انت كده كده هتجيلي كذا مرة في جلسات مختلفة. النهاردة هنكتفي بحكاية واحدة، وكل جلسة هتحكي لي حكاية من الحكايات بتاعتك لو عشان اعرف احدد حالتك بالظبط. والله فكره، ماشي يا دكتور، وماله، مادام كده كده هجيلك. وانا هجيلك كل يوم ولا ايه يا دكتور؟ الجلسة هتكون كل اسبوع، مرة واحدة كل اسبوع. بس اذا حبيت تيجي في اي وقت تاني مفيش مشكلة. وقت ما تحب تحكي تعال. ماشي يا دكتور، ماشي، نبدأ. بس ابدأ بايه ولا ايه ولا ايه؟ طب خليني اساعدك. ابدأ بخطيبتك اللي انت بتقول ان انت بتدفع قسط موبايلها لغاية دلوقتي. ابدأ بخطيبتك دي. خطيبتي كانت اول حب ليا، كنا في ثانوي انا وهي، وانا كنت بشتغل عشان كان عمي عنده صيدلية، كنت بشتغل معاه وكان بيديني مرتب، فكان بيبقى معايا فلوس على طول. واتعرفت عليها، هي كانت بنت الجيران، بنت الجيران شغلة لنا عينيا، وانا في المكان في خلقة حواليا. الحقيقة كانت حب مش زي اي حب. كنا بنتقابل في الفسحة، اول ما جرس الفسحة يضرب نكون انا وهي واقفين مع بعض بنتكلم عشان نلحق يعني نقول لنا كلمتين، لغاية ما بدأنا نتقابل برا في المطعم، في مطعم جنب المدرسة كنا بنتقابل هناك. وفرحت أوي وانبسطت لما عرفت ان انا بشتغل ومعايا فلوس. كنت تقريبا بعزمها كل يوم قبل ما اعرف انها بتستغلني. ها وبعدين؟ بقينا نتقابل كتير لدرجة اني فكرت اخطبها، وفعلا اتقدمت لها اول ما دخلت الجامعة، لانها كانت رافضة ان احنا واحنا في ثانوي نتخطب. اتقابلنا كتير قوي وكنا نقول لبعض كلام حلو قوي، وكان من ضمن كلامها ليا يا كوكو. انت فين يا حبيبتي؟ الفسحة هتخلص، انت فين؟ ازيك يا كريم، عامل ايه؟ معلش اتأخرت عليك. لا يا حبيبتي، المهم ان انا شفتك، اصلي كنت خايف الفسحة تخلص من غير ما اشوفك. بقولك ايه، ما تيجي بعد المدرسة اعزمك في مطعم على غدا، ايه رأيك؟ ماشي يا كوكو، خلاص اتفقنا. بعد المدرسة استنينا عند اول الشارع. يلا باي. كوكو،
انا كوكو؟ بتقولي لي يا كوكو؟ دي احلى مرة اسمع فيها اسمي، اول مرة حد يدلعني حلو كده. انا بحبك قوي، هستناك يا قمر، هستناك يا بنت الجيران، يا احلى قمر. كوكو، انا بقيت كوكو، مش مصدق. دي احلى كوكو سمعتها في حياتي، انا بحبها قوي، وهعزمها على الغدا وهقابلها برا واحتمال اخطبها. يا حبيبتي، هقابلك في المطعم النهارده. ايه يا ابني، انت رحت فين؟ قوم يا ابني، قوم فوق. انت ايه، انت سرحت رحت مع احلامك ولا ايه؟ ايه ده؟ انا سرحت يا دكتور، سرحت في الذكريات. معلش ولا يهمك. ايه بقى اللي حصل لما رحت المطعم؟ اللي حصل لما رحنا المطعم، انا كنت مبسوط قوي يا دكتور، قوي. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه ان قابلتك النهارده ورحنا ناكل في المطعم، وان احنا بنتقابل لاول مره بره سور المدرسه. وانا كمان مبسوطه. ايه بقى هنتغدى ايه؟ اللي تطلبيه يا قلبي، حالا هنده الويتر. يا ويتر، لو سمحت، لو سمحت، هنا لو سمحت، لحظه واحده. اهلا وسهلا يا فندم، نورتونا. إيه تطلبوا ايه؟ اطلبي يا قلبي، عايزه ايه؟ هات المنيو كله، حلويات، لحوم، اي حاجه، محاشي، سلطات، رز، شوربه، كل الانواع. هات لي المنيو كله. المنيو كله؟ هو انت عازمه حد معانا؟ هو مش انا وانت بس؟ انا وانت بس. بس انا يعني هاخد اللي هيفضل من الاكل، هاخده معايا، علشان في ايتام عندنا جنبنا، انا اعرفهم وانت تعرفهمش طبعا. دول ايتام يعني، فهعطف عليهم. انت في مشكله معاك؟ لو الفلوس مقصره قولي. وبعدين دي اول مره نخرج فيها يا كوكو، ما تصورتش ابدا انك تعلق على موضوع زي ده. كوكو كوكو، ماشي، ولا يهمك يا حبيبتي. وماله، الايتام برضه ليهم حق علينا. ومن ناحيه الفلوس، لا لا ما تقلقيش، خلاص. هات اللي هي طلبته، هات المنيو كله. ميرسي يا كوكو. ما تتصوريش انا ببقى مبسوط قد ايه وانت بتقولي لي يا كوكو، انا بجد بنبسط قوي. انا عايزه اخطبك. ايه ده؟ نتخطب دلوقتي واحنا في ثانوي؟ هو انت عشان بتشتغل؟ لا طبعا، لازم نكون في الجامعه، لما ندخل الجامعه نبقى نتخطب، لان انا ما اقدرش اقول لاهلي ان انا عايز اخطب من دلوقتي وانت كمان لسه ما دخلتش الجامعه. ماشي يا حبيبتي، وماله، عمر هانت، هي السنه دي وخلاص، وبعدها ندخل الجامعه انا وانتي. ضحكت عليك بكلمة كوكو وخليتك تدفع تمن المنيو كله؟ طب وهي ايتام مين دول اللي هياكلوا المنيو كله؟ وبعدين دي طلبت حاجات كتير قوي. يعني فهمني، اكتشفت ايه بعد كده؟ كانت بتشتغلني طبعا يا دكتور. ايتام مين؟ ولا تعرف ايتام ولا ليها علاقه بالايتام. هي كانت بتاخد الاكل للبيت عندهم، بس ما كانتش فاهمه اهلها حاجه. كانت مفهماهم انها بتاخد فلوس جوائز من المدرسه وبتجيب لهم بيها، اللي هو يعني انا بعزمكم يا جماعه على قفايا يا ما دفعت في الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب كفاية عليك كده النهاردة، وتعالي الأسبوع الجاي، الجلسة الجاية نبقى نكمل كلامنا. يلا. ايوه يا دكتور، اروح احسن انا تعبت خالص، وجايلك الاسبوع الجاي، الا اذا كنت محتاجك قبل كده يعني زي ما انت اتفقت معايا. تمام. تمام، اتفقنا. ماشي يا دكتور، انا متشكر قوي يا دكتور، انا مبسوط اني اتكلمت معاك. يلا سلام. وأنا كمان مبسوط إنك ارتحت واتكلمت. مع السلامة.